لو الواحد حيشتري منتج ب10,000 دولار مثلا وتبغى تشتريه بكريدت كارد، عندك طريقتين للتعامل مع هذا. إما أنك تقرر أنك تستخدم الكريدت كارد ده كوسيلة دفع كاش، يعني هي وسيلة دفع تسددها آخر الشهر بالكامل، أو تقرر أنك تستخدم الكريدت كارد كوسيلة قرض، فتدفع بالكريدت كارد وما تسدد ال10,000 دولار كامل، تسدد الحد الأدنى الذي يحدده لك هذا الكرت، وبالتالي تنتهي أنه كل شهر تدفع فوائد 2.5% شهريا. نهاية المطاف بعد 5 سنوات حتكون دفعت ال10,000 دولار الأصلية اللي عليك، ولكن فوق ال10,000 دولار حتكون دفعت 10,000 دولار أخرى فقط فوائد، ضعف المبلغ. فبالتالي إيش سويت؟ ضاعفت مصاريفك. وهذا سر من أسرار التشديد الإسلامي في موضوع الفوائد مع القروض، أنها تضاعف مصاريف الناس، تؤدي إلى أزمات اقتصادية على المستوى الفردي وعلى المستوى الدولي.